في ناس في رمضان ما بتبقاش عارفة بجد إيه الغلط اللي هي بتعمله، بتبقى متلخبطة في حاجات زي مثلًا إيه، أستحمى والّا ما أستحماش في رمضان، خايف المَيّة أحسن وأنا باستحمى المَيّة تيجي في زوري، فكده أكون فطرت. ده سؤال فعلًا بييجي والله، يعني مش باتريق على اللي بيسأل السؤال ده، بس ده فعلًا سؤال بييجي. وفي ناس برضه بتسأل سؤال بقى أكتر بقى، اللي هو بتقول مثلًا أنا آآ البضاعة بتاعتي منتهية الصلاحية وأنا باكتب عليها إنها صالحة، هل ده حرام والّا حلال؟ ما تستغربش عادي، ده سؤال على فكرة. طيب هو الموضوع صعب أوي كده؟ وطبعًا هُم بيسألوا الشيوخ بقى الأسئلة دي. أنا عايزة أقول حاجة بس، ودايمًا الجملة دي باكررها، إحنا جوانا شيخ اسمه ضميرنا، جوانا شيخ اسمه ضميرنا، إحنا كلنا نفخة من روح ربنا، فأنت لو عقلك مش عارف الصح من الغلط وخلاص، وإحنا كتير عقلنا فعلًا بيُقف وما بنبقاش عارفين، فأنت عندك فطرتك السليمة، خاصةً في زمن زي اللي إحنا فيه دلوقتي، يعني في شيوخ كتير ربنا يعني يكرمهم كويسين، وفي شيوخ للأسف ما بيتقوش ربنا، هم عايزينك بس اللي هو أنت تكون تابع ليهم، عايزينك بس أنت على طول محتاج لهم، لكن هو لو الشيخ اللي هو سأله السؤال دوّة قال له حرام، صح حرام المفروض تعمل كده، بس قالها إيه، ما قالوش أنت إزاي تسأل السؤال ده أصلًا، أنت المفروض عارف الحلال والحرام، أنت عارف إن الغش حرام بأشكاله بأنواعه، أنت إزاي تسألني السؤال ده؟ والسؤال مثلًا بتاع لا أستحمى والّا ما أستحماش، أصل في نقطة، ربنا معروف إن ربنا يُسر، وأصل رمضان أنت تحس بالفقير، وأصل رمضان إن أنت تقتصد، ده أصل رمضان، مش الحاجات اللي هو إيه وقال يعني شربت مَيّة مش مشكلة، إحنا بقى بنبقى مركزين في التفاهات دي، اللي هي ولا هتودي ولا هتجيب، ليه مش هتودي وهتجيب؟ لإن فعلًا في الدين اللي هي في حاجات أهم من حاجات، في حاجات حلوة أوي، في حاجات أهم أوي. اللي هي زي إيه يا جماعة، زي الصدق، يعني هاموّت اللي قدّامي بس أنا خايف أوي ومركّز أوي إن أنا خايف أحسن وأنا باستحمى المَيّة تيجي في بُقّي، ماشي مش باقول لك ما تكونش حريص وأنت صايم، ما قُلتش كده، وما باقولش أنت تكون حريص وأنت بتصلّي وتصلّي تتجه للقبلة، بس في حاجات أهم، زي مثلًا الصلاة الأهم إن أنت قلبك يكون حاضر، ما تكونش بتصلّي وبعد كده بعد ما تخلّص تصلّي تروح تغِش أو تضرب مراتك، المفروض الصلاة بتعلّمك الأدب، بتهدّيك، أنت واقف قدّام ربنا، كلنا جوانا شيخ اسمه ضميرنا، اللي أنت بتكرهه في اللي قدامك يعمله معاك أنت برضه ما تعملوش معاه، بمنتهى البساطة ومنتهى كلنا متحدين على كده، كلنا عارفين إن الصدق لازم تكون صادق، إن الكدب حرام، كلنا عارفين إن الكدب حرام، النميمة حرام، الغش حرام، قول الزور حرام، وقول الزور طبعًا مش في المحكمة بس زي ما أنا قُلت قبل كده، إن أنت ممكن تكون واقف في أي موقف، شهادة الزور مش في المحكمة بس، أنا كنت اتكلمت في فيديو قبل كده عن الموضوع ده، شهادة الزور في أي موقف، اللي هو حد بيبقى مثلًا حد بيغش أو حد مثلًا ما عندوش أمانة وحد يقول له أنت غلطان، تيجي أنت واقف ضده أو تضحك للي هو بيغش ده، اللي هو بتشجعه، اللي قدامك ده هو اللي مجنون أصلًا، دي كده شهادة زور، اللي قدامك ده ما بيفهمش، اللي هتخلي اللي قدامك ده بيتمادى، ده على شهادة الزور، الحسد حرام، الحقد حرام، الكره حرام، ليه حرام؟ عشان أنت كمان بتكره كده، عشان فطرتك برضه بتكره كده، عشان كل الناس برضه بتكره كده. هتعمله إزاي، هتتشجّع إزاي إن أنت ما تعملش كده، ده القرآن بقى، نقرا القرآن، إزاي أتشجّع، أقرا القصص اللي فيها انتصار للحق، انتصار للناس الطيبة، انتصار للأنبياء، ده القرآن، لكن أنت فطرتك عارفة الصح من الغلط، أنت مش محتاج حد يقول لك الصح من الغلط خلاص، بالذات في الزمن اللي إحنا فيه ده أنت عندك فطرتك وعندك عقلك، ما تخلّيش حد يلعب بيها، على قد ما تقدر. هو ده العظيم في الذنوب يا جماعة، هو ده العظيم في الذنوب، هي دي الأخلاق دي أهم حاجة، أهم من إن أنت ضبطت الطرحة فالطرحة مش عارفة إيه، الاحتشام حلو، بس دي الأهم، ما ينفعش أتعامل مع ده اللي هو أهم حاجة وعادي أبقى كدّاب، وعادي أنِم، وعادي أقذف محصنات وأتكلم عن الناس في ضهرها، وأخلّي واحدة ممكن تنتحر بسبب كلامي، وأخلّي واحدة تتدمر نفسيًا بسبب كلامي، وأكسر قلبها، أحسد عادي، الحسد على فكرة ممكن يموت على فكرة. بس عادي، إحنا طبعًا الموضوع ده بناخده أساسي عن الفنانين في رمضان، إحنا نقعد نحسد بقى ونقعد ندوّر هُم بيقبضوا كام والحاجات دي كلّها، وأصلًا اللي بيقول لك مرتباتهم كام أو بيقبضوا كام ده أصلًا شوف هو نَفْسه عنده فلوس قد إيه، بس هو الفرق إن هو مش بيتصوّر كتير بس ومش ظاهر كتير، يعني ممكن يكون أغنى منهم، فحسد حرام، كل واحد بياخد رزقه، معروفة، الحقد حرام،
واللي دخل الجنه وكان الصحابه مستغربين مين اهل الجنه، الرسول قال لهم لا هيدخل عليكم حد من اهل الجنه، فيما معناه يعني بسهل لك الدنيا. ايه شافوا اعماله؟ بيصلي كتير؟ لا. بيصوم كتير؟ بيصوم زيهم. بيصلي عادي. بيقرا قران عادي. عادي. ايه بقى المميز فيه؟ كان بينام متاكد وقلبه نظيف ان هو ما فيش اي حقد ولا حسد ولا بيكره حد، بيحب الناس كلها وبيتمنى الخير الناس كلها. تعرف تعمل كده لو انت عايز الجنه. لكن انا بتكلم دلوقتي في موضوع ان احنا اهم حاجه يا جماعه اخلاق دي بقينا بنتعامل معاها انها حرام. بقينا بنتعامل مع اللي هو الطرحه مظبوطه، الدقن اصلها مش عارفه عامله ازاي، استحميت فالنقطه دخلت في بقي وانا صايم، ده بنتعامل معاه اللي هو حرام. لكن حاجه بنسال فيها بقى، احنا بنسال بقى هل يا ترى البضاعه دي منتهيه الصلاحيه حلال ولا حرام؟ احنا وصلنا المرحله دي والشيخ بيجاوب عادي. يعني الشيخ عنده ثبات اللي هو عادي، يعني ملوش ايه اللي انت بتقوله ده يعني. لكن هو تقريبا لو قال له مراتي خلعت النقاب كان ممكن يزعق، يقول له ايه ده انت ازاي عملت كده. الاحتشام جميل وحلو، يا سلام بقى لو احتشام باخلاقه بقى، اللي هو تلبس النقاب وتبقى ماشيه كده باحترام ويبقى صوتها عادي، ما تقعدش تدلع، ما تقعدش تكحل عينيها وتطلع على اليوتيوب. فما اعرفش بتطلع على اليوتيوب ليه ما دام لابسه نقاب يعني انت مضطره في الشارع تلبسي نقاب عشان خاطر الفتنه وكده يعني. لكن انت طالعه على اليوتيوب انت مش مضطره، انت مش مضطره يعني في صوت، انت عايزه ايه بقى وتبقى مكحله عينيها وعامله كده بقى. فماشي يعني ماشي في كل الاحوال ماشي مع اختلافنا كمان، بس يا جماعه والله الصدق والحاجات دي حرام يعني، علي الصوت فيها. انت شايفه ان النقاب ده اعلى حاجه يعني وهو ده اللي هيدخلك الجنه؟ هيدخلك الجنه الصدق برضه والله. وانت ما تلميش على حد برضه، دي اهم حاجه، دي الاهم، دي الاهم. تمام. فدي الاساسيات والاصول. وحتى كمان يعني ربنا يقول لك ايه؟ يقول لك اتبعوا التي هي احسن. يعني في حاجه احسن، في حاجه اهم اللي هي الاخلاق. وهتلاقي الاخلاق دايما ربنا بياكد عليها في القران الكريم.